صباح الفل. الدنيا مش مظبوطة، أنا عارف مكان جديد والصوت ممكن يكون على قده، بس لأن الرينج لايت بتاعي باظ. فدلوقتي أنا بستعين بنور الله وقاعد قدام البلكونة. فلو سمعتوا أصوات كده ركزوا معايا، أنا اللي بتكلم معاكم. إزاي نتخطى؟ إزاي نموف أون من شخص كان عزيز علينا ومشى من حياتنا بطريقة وحشة؟ السؤال اللي بقاله قرون بيتسأل ومحدش لاقي له إجابة. هو محدش لاقي له إجابة علشان أنا هكون صريح معاكم يعني، علشان كل واحد ليه طريقة مختلفة في إنه يتخطى الناس اللي في حياته الوحشين اللي مشوا. يعني أنا لما أقول الطرق بتاعتي وهقولها في آخر الفيديو، أنا متأكد إنها 100% ممكن ما تناسبكش أو ما تناسبكيش لأن هي نفعت معايا أنا. بس اللي طالبه منكم إن أنتوا تسمعوا. ممكن الحاجات اللي أنا بقولها دي تفتح دماغكم وتقدروا تعملوا انتوا افكاركم الخاصه اللي بتساعدكم، اللي هتساعدكم ان شاء الله تتخطوا. بس قبل ما ادخل في الطرق اللي بتساعدني اتخطى اي علاقه سامه، انا بس حابب اتكلم معاكم في حاجات معينه ونتناقش مع بعضينا. وعايزكم تسمعوني لمده تلت ساعه او اقل ان شاء الله، بس هحاول ان انا اغير تفكيركم ناحيه التخطي. يلا بينا، يلا بينا. المجتمع حط في دماغنا ان احنا لما نيجي لفترة التخطي دي هي فترة وحشة قوي وفترة صعبة. احنا ندخل في علاقة وتبوظ ونتخطى ليه ونحط نفسنا في المأساة دي؟ حتى في ناس ما بقتش تدخل في علاقات لان هم خايفين يوصلوا للمرحلة بتاعت ان هم العلاقة تخلص ويبدأوا يتخطوا لان هم مستصعبينها. بس انا كأدهم يعني غيرت تفكيري او بصيت للموضوع بطريقة معينة، عايزكم تبصوا للموضوع زي ما انا ببص له. تعالوا احكي لكم قصة، مش هطول عليكم والله. وانا صغير كنت طالب في اعدادي او يعني اراوند اعدادي وابتدائي. ما كنتش محبوب، كانوا الناس بيضربوني بيشتموني والتنمر والجو ده. ما كانش عندي اصحاب خالص، ما كنتش اعرف يعني ايه اصحاب اصلا. ففجأة حصل بيني وبين زميلي في المدرسة شات. وبقينا بقى يفضفض لي ويحكي لي وانا بالتالي عملت ده برضه معاه. فحسيت احساس جميل قوي، حسيت ان الدنيا ليها طعم جديد، حسيت احساس اللي هو الله، انا عندي صديق، انا عندي صاحب اروح له لما اكون زعلان. بس خدت بالي ان علاقتنا ما بتتخطاش الشيء، يعني في المدرسه بيعمل مش عارفني، وفي مره شفته في الشارع خدني كده في حته مستخبيه وقعد يتلعثم ويتوتر ويبص حواليه ومشى من معاه. بس كل ده فاكر انه عادي، هو مش عايز حد يعرف عشان احنا بنتكلم في اسرار واحنا قريبين جدا من بعض. انا عشان ما اعرفش يعني ايه صداقه ويعني ايه اصحاب، انا كنت فاكر ان ده العادي، ان ده الصح. لحد ما في مره بعد الحاح شديد مني اللي احنا نخرج وافق. ولما وافق اليوم ده كان يوم المنى بالنسبه لي. قعدت طول اليوم اختار لبسي واخد فلوس عشان اخرج واعمل واكل واتفسح معاه واعمل كل حاجه انا عايز اعملها معاه. لبست وجهزت وماما وبابا في العربيه، بابا قدام وماما جنبه وانا قاعد في الكرسي اللي ورا من ناحيه اليمين انا فاكر. وكلمته قلت له يا فلان يلا انا جاي، هنتقابل فين وهنعمل ايه؟ قال لي آه قال لي يا ادهم انا اصحابي معايا خلاص، مش هينفع نتقابل. قلت له عادي اجي لك ونخرج مع اصحابك. قال لي لا هم ما يعرفكش ولا انت تعرفهم وخليها بعدين وقت تاني. وقام ايه قافل معايا. يعني اليوم ده انا مش هنساه طول عمري، وانا لسه فاكر كل حاجه بلبسي بشكلي بالمكان اللي احنا كنا فيه والشارع اللي احنا وقفنا فيه انا واهلي. وقلت لهم خلاص يا جماعه لفوا بالعربيه انا مش خارج، الخروجه اتكنسلت. ومن ساعتها او من الوقت ده انا بطلت اتكلم خالص، يعني سكت اليوم كله، كنت ساكت ما بتكلمش. طبعا انتوا عارفين احساسها، انا مش محتاج اتكلم اقول لكم انا حسيت بايه وكنت شايف ايه وعامل ايه، لا انتوا عارفين احساسها. انا كلمت الشخص ده بعدها بكام يوم وقطعت معاه خالص، وقعدت عايش في الحالة دي 3 سنين. كل يوم بيصعب عن التاني لاني كل يوم بستوعب. يعني انا مثلا فوق في يوم فهمت ان هو كان بيستعر مني، مش عايز الناس تشوفه معايا لاني طالب مش محبوب. بعد كده لما اخدت الصدمة في الموضوع ده، بعد كده فهمت ان هو كان بيستغلني عشان يكلمني ويفضفض لي ويحكي لي، لانه عارف ان انا دايما فضيله وان مفيش حد هروح احكي له على اي حاجه، هو متاكد. استغل ده. زي ما قلت لكم 3 سنين بعاني من الموضوع ده، الموضوع بيطاردني بشكل وحش قوي. كان ربنا ساعتها صديقي الوحيد، ما كانش عندي اصحاب، ولما عرفت معنى الصداقه طبقته مع ربنا. فكنت بكلمه كاني بكلم واحد صاحبي وبشكي له وبحكي له. وفي مره زي ما احنا كنا بنعمل واحنا صغيرين كلنا بنعمل اتفاقات مع ربنا،
قلت له: يا رب، يا رب، انت لو هتاخد مني حاجه ومش عايزني ازعل ولا اتضايق ولا اعيط ولا اتاثر، اديني حاجه احسن منها، عوضني عنها، وانا والله مش هفكر فيها ولا هزعل منها وهنساها خالص. وبعدها بفتره، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دخل في حياتي 3 اشخاص. كان زميلي الاولاني ده عرفني يعني ايه صداقه، فهم عرفوني يعني ايه ناس غريبه يبقوا عيله، صحابك يبقوا عيلتك، هم عرفوني المعنى ده. هم لسه في حياتي دلوقتي الحمد لله. هو ايه اللي انت بتعمله ده يا ادهم؟ انا عارف انتوا بتسالوا السؤال ده. انت جاي تعمل حلقه عن التخطي وبتحكي لنا قصه مأثره فيك لحد دلوقتي من اكتر من 10 سنين؟ استنوني بقى. انك تتخطى موضوع مش معناه انك تنساه، مش معناه انه ما يأثرش فيك. بالعكس، هو هيفضل معاك طول العمر بس مش هيأثر في حياتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المشكله اللي انا واجهتها مع زميلي في المدرسه في أثناء هذا الوقت كانت مأثرة عليا جدا، كانت بتطاردني كل يوم في أحلامي وفي الواقع. طول الوقت بسأل ليه، طول الوقت بعيط، طول الوقت زعلان، مش حاسس بالأمان مع الناس، مش واثق من الناس، شايفني قليل وشايفني ما استاهلش وشايفني نكرة. بس دلوقتي لما بفتكر القصة دي بتأثر في ساعتها في لحظتها، وبعد كده بعيش حياتي عادي زي كده. ما أنا هكمل الفيديو عادي بعد ما حكيت القصة، وانتوا لو خدتوا بالكم أنا ما اتأثرتش قوي. أنا عشان أعد الفيديو 3 مرات انا ما اتأثرتش. بس في اول مرتين كنت بعيط وانا بحكي. انا دلوقتي مكمل حياتي عادي، بثق في الناس وبحكي لهم وبآمن الناس وحابب نفسي وواثق في نفسي والدنيا لطيفة. ده التخطي. بس لسه القصة معلمة فيا. يعني ايه معلمة فيا؟ يعني انا لما ادخل علاقة جديدة ايا كان نوعها، بشوف هل انا متقدر وبتشاف ولا لا. بعرف بذكاء هل انا اثق في الشخص ده واحكي له ولا لا، علشان ما تلسعش زي المرة اللي فاتت. باختصار كده، درس اتعلمته عشان يخليني أعرف أختار علاقات أحسن وتناسبني. وده الفرق بين التخطي وإني اتعلمت. أنا اتخطيت واتعلمت. خدوا بالكم، أنا كل ده لسه بتناقش معاكم علشان نغير تفكيرنا ناحية التخطي. أنا لسه ما قلتش خطوات. تفكيري اتغير لما لقيت إن حياتي بتبوظ، ما بعرفش أذاكر، مش عارف أكون علاقات. حتى أنا لما رحت مدرسة تانية وستيل برضو خايف من الناس كلها، زائد اللي أنا لوحدي. أنا قلت لكم أنا لوحدي، ما كانش ليا صحاب. فالموضوع بقى صعب قوي عليا لاني مفيش حد اكلمه، مفيش حد احكي له، مفيش حد اطلب رايه اعمل ايه. فالموضوع يتطلب مني مسؤوليه كامله اللي انا انقذ نفسي. فانا عشان اعرف، مش عشان اكون مبسوط بس، عشان اعرف اعيش حياتي لازم اتخطى. واللي زاد كمان اللي هو عشان انا اخد العوض من ربنا لازم اكون انسان احسن، لازم اتقبل واسامح. استنى يا ادهم، مش قلت لنا انت دعيت ربنا واتفقت والكلام ده؟ ده كلام طفولي. ده كلام طفولي. انا اتفقت مع ربنا وربنا اداني، ده كلام طفولي. الكلام الصح ان لما ربنا بياخد منك حاجه وحشه بيكون بيجهز لك الحاجه الحلوه موجوده عنده، بس انت مش هتاخدها الا لما تكون جاهز ليها. يعني هل انا ما كنتش هقابل صحابي دول اللي هم في حياتي لحد دلوقتي ويعتبروا زي اهلي لو انا ما كنتش تخطيت؟ ايوه طبعا ما كنتش هقابلهم. لاني لما قابلتهم كنت رجعت اثق في الناس وامن لهم، رجعت احب نفسي، رجعت اتكلم وافضفض واحكي واسمع بكل ثقه وكل راحه. فانا لو ما كنتش عملت الحاجات دي مع الناس دول وكنت طلعت عقدي عليهم، ما كانوش هيبقوا في حياتي. فانا كان لازم اتخطى عشان استقبل عوض ربنا واخده. لازم اسامح واتقبل اللي حصل، ولازم اكون انسان احسن. فتعلمت ان لما ربنا ياخد مني حاجه لازم اجري واحاول اشوف انا اتعلمت ايه منها واثرت عليا ازاي وايه الدروس المستفاده، علشان اعلم نفسي وانضج واسامح واخد العوض. لاني متاكد انا خلاص بقى اتعودت ان عوض ربنا كبير كبير جدا. فلو والنبي تسكت، حلفتك بالله، حلفتك بالله يا ابن الكلب تسكت. عايز اصور الفيديو، الكلب عمال يهوهو. انت مقتنع بالكلام اللي انا بقوله يا كلب يا ابن الكلب؟ فلو غيرنا تفكيرنا ناحية التخطي وشفناه إنه طريق مضمون 100% للنضج والاستيعاب والفهم والحياة أفضل والناس أفضل تناسبنا، هتلاقينا بنجري عشان نتخطى، بنجري علشان نخرج من النقطة السوداء اللي احنا فيها. هتلاقينا مش خايفين ندخل علاقات جديدة عشان خايفين من النهاية، لأننا خلاص عرفنا إن أي نهاية فهي بداية لحاجة جديدة وأحسن، وإن النهايات برضو اتخلقت للحاجات الوحشة بس. لازم الحاجات الوحشه تخلص عشان يجي مكانها الحاجات الحلوه. انا كده انا عودت دماغي على كده، سستمت دماغي ان ما اخافش من النهايات. انا لازم اعرف انها بدايه جديده. لازم برضو نعرف ان الناس الوحشه هم مفتاح الناس الحلوه في حياتنا.
إن أي حاجة وحشة بتحصل في حياتنا هي الطريق للحاجة الكويسة المناسبة لينا، والناس الوحشة اللي بنقابلهم في حياتنا هم سلمة بنطلع عليها عشان نفهم وننضج ونبقى ناس أحسن من جوانا، ونقابل الناس المناسبة لينا، نقابل الحياة اللي احنا نستحقها بجد. بس فعلا عشان نوصل للحاجة الأحسن لازم نتعلم، لازم نتخطى ونتقبل اللي حصل، وأهم حاجة اللي احنا نتعلم منه فعلا. في ناس بتختار الحزن، في ناس بيختاروا ان هم ما يتخطوش، وانا متأكد ان في ناس بتسمعني منكم كده، هم عايزين يفضلوا في حالة الحزن والاشتياق دي رغم ان في وقت عدى، رغم ان هم ممكن يدخلوا في علاقات جديدة، رغم ان هو مفتاح التخطي في ايديهم وسهل جدا لان الوقت بيخلي التخطي اسهل. بس لا، هم متمسكين بالشعور الوحش اللي هم حاسين بيه. ليه الناس دي بتعمل كده؟ لان هم متعلقين، عندهم الفكرة بتاعت إن أنا لو سِبت نَفْسي وتخطّيت واتعرّفت على ناس تانية، لو أنا طلّعت من قلبي شعور الحزن والاشتياق والولع للشخص اللي سابني وفارقني، أنا كده هاقطع كل الحبال اللي بتربطني بيه. يعني هم بيختاروا يسجنوا نَفْسهم في السجن ده علشان يفضلوا حاسين حاجات معيّنة تجاه الشخص ده، عشان يفضلوا رابطين نَفْسهم بالشخص اللي سابهم، حتى لو الشخص ده مش موجود خلاص، لأ أنا هافضل حزين عشان الحزن والزعل هي الحاجة الوحيدة اللي بتربطني بيه دلوقتي، اللي بتربطني بالشخص اللي مشى. للأسف الناس دي حياتهم تعيسة، ما بيحسوش بالفرح، ما بيحسوش بالحب، لو ربنا كرمهم واداهم من وسع مش هيحسوا، مش هيشوفوا حاجة، بيبقوا عايشين حياتهم زي الروبوت، بيصحى يشتغل ينام وهكذا وزواليك، ما بيغيرش حاجة. حاجة تزعل، حاجة تزعل قوي. فوقوا، أرجوكوا فوقوا لنفسكم. أنا عارف أنتوا بتعملوا كده ليه، أنا عارف إن أنتم خايفين تسيبوا الحاجة اللي ربطاكم بالشخص اللي مشى علشان في إحساس معين بتحبوه، عشان في ذكريات حلوة بتحبوها مش عايزين تسيبوها، وخايفين إن أنتوا ما تلاقوهاش في ناس تانية. لأ، والله هتلاقوها، والله أنتم لو سبتوا بس اللي أنتم ماسكين فيه بإيديكم وأسنانكم ده هتلاقوا حاجة أحسن بكتير، هتلاقوا اللي يناسبكم فعلا. الشخص اللي مشى وبعد عنكم مشى عشان المشاعر والأحاسيس والذكريات دي كلها مش حقيقية ومش موجودة، فتخيلوا إن أنتم متمسكين بحاجة مش حقيقية عشان بس خايفين تشوفوا إيه اللي بعدها. بس والله والله أنا جاي لكم من اللي بعدها، والله اللي بعدها حاجة حلوة، والله اللي بعدها فرحة ورضا وعوض وشعور عمركم ما هتحسوا بيه ولا كنتوا هتفكروا فيه حتى وانتم مع الأشخاص القديمة. ناس بجد هتناسبكم. أرجوكم سيبوا، أو زي ما بيقولوا بالإنجليزي let go، وعيشوا حياتكم، ما تسجنوش نفسكم. أهلا، إيه الأخبار؟ أنا أدهم برضو، أنا بعمل الإيديتس، والأخ ناسي يقول حاجة مهمة أوي وأنا عايز أزودها. يا جماعة ما تخلوش السوشيال ميديا تأثر عليكم، ما تخلوش أي حد فاضي ينزل أي فيديو أو أي كلام يأثر عليكم. يعني واحنا بنسكرول كده لقينا واحد منزل أغنية حزينة ومكتوب عليها لن أنسى، لن أتخطى، لأن فراقك هو أصعب شيء في الحياة ولن يعود أحد مكانك، والجو الفاكسان ده اختياره هو وده رأيه هو. بس عادي احنا بنتخطى وبنعدي، ما بننساش لكن بنتعلم، وبيكون عندنا مشاعر حب تانية لناس تانية ومشاعر صداقة تانية لناس أحسن تناسبنا. فما تخلوش الكلام ده يأثر عليكم. حتى لو حد مشهور، حد نجيب محفوظ ولا مصطفى مش عارف مين ولا الناس دي كتبوا كتاب أو لقيته قرأته ليهم اقتباس بيقول إن الحب لن ينتهي مهما دار الزمان ومهما دار مش عارف ايه، ده قرارهم هم. هم قرروا ان هم ما يتخطوش، خلاص براحتهم، قرروا ان هم يفضلوا سجناء هذا الحب وهذه العلاقة التي انتهت وسجناء الحزن اللي هم فيه براحتهم مع نفسهم. انما احنا بنتخطى عادي، وبنتعرف على ناس تانية. يا جماعة مفيش وقت، والله مفيش وقت، خلينا ننبسط باللي فاضل لنا. اديكوا شايفين اللي بيحصل في الدنيا، واحتمال ايه نتكل كلنا على الله بكرة. حاسبكم بقى تكملوا معايا. أتمنى أكون أقنعتكم تغيروا تفكيركم شوية عن التخطي وتشوفوه زي ما أنا بشوفه كأنه شرنقة أنا بتحبس فيها وبقعد أحارب فترة كبيرة لحد ما أطلع منها فراشة. تعالوا بقى أقول لكم الخطوات اللي أنا بعملها علشان أتخطى. فأرجوكم ما تجوش تناقشوني فيها لأن الحاجات دي مناسبة معايا، دي اللي بتنجح معايا كل مرة، ومش عايزكم تنفذوها 100% لأنها مش هتنجح معاكم 100%. أنا عايزكم بس تسمعوني والحاجات دي تفتح دماغكم على طرق انتوا ممكن تعملوها بنفسكم وتنجح معاكم. اول حاجه انا بعملها، اول حاجه بمسح الصور والفيديوهات والشات واي حاجه تجمعني بالشخص ده. ليه؟ علشان مش ابعد تفكير عنه تماما.
مش عايز اشوفه، لان اي حاجه هشوفها، اي شات هشوفه، اي صوره هشوفها هتحرك مشاعري وهتحرك افكاري وهتخلي التخطي اصعب. وانا ما بهزرش في التخطي، انا قلت لكم لازم اخد عوض ربنا كويس، فلازم اتخطى بطريقه كويسه. فبلغي اي حاجه تخليني افكر او احس مشاعر انا المفروض ما احسهاش، واي حاجه ترجعني لنقطه الصفر انا بشيلها. تاني حاجه، على السوشيال ميديا مثلا، انا بخفي الشخص ده، مش بعمله بلوك، لان البلوك برضو هيخليني اقعد ابص واشوف واترقب. لا، بعمل هايد من كل حاجه، ما يشوفش الستوريز بتاعتي، ما يشوفش البوستات بتاعتي، انا ما اشوفش حاجه هو بينزلها. بحط رسايله في الارشيف. انا اي حاجه بعملها عشان ما اشوفوش. ليه؟ عشان الغي من عندي احساس الترقب. يا ترى شافت الستوري ولا لا؟ يا ترى عمل كومنت ولا لا؟ يا ترى شافت عمل لايك ولا لا؟ يا ترى هو بيعمل ايه دلوقتي، وهي بتعمل ايه دلوقتي؟ طب هي قصدها ايه بالستوري دي؟ طب هي ما شافتش الستوري بتاعتي ليه لحد دلوقتي؟ الترقب بيخلق تعلق. مش هدي لنفسي مساحه ان انا اترقب واشوف واخلي شخص ما يشغل تفكيري ويشغل بالي عشان اتخطاه صح. تالت حاجة باعملها إن أنا ما باسمعش أغاني حزينة، ما باشوفش أفلام وحشة أو حاجة تزعّلني أو تحرّك إحساسي، مش عايز أي حاجة تحرّك إحساسي وتخلّيني أُقدم على حاجة أنا هاندم عليها بعدين، إن أنا مثلًا أتكلّم، أتواصل، أزعل والجو ده. في كل الخطوات اللي أنا باقولها وهاقولها أنا باقرّب من ربنا. أنا قُلت لكم لمّا قرّبت من ربنا وأنا صغير، ربنا جازاني حاجة حلوة أوي، فأنا باقرّب من ربنا وباكلّمه، لإني خلاص عوّدت نَفْسي إن ما فيش حد هيساعدني أتخطى، ربنا بس وأنا اللي هاساعد نَفْسي. بعد كده بازعل. يعني إيه بازعل؟ باقعد في البيت، ما اخرجش، آكل كتير، عشان أنا لمّا بازعل باكل كتير، ما باكلمش مع حد، ما بادّيش طاقتي لحد، باحاول أخرّج الطاقة السلبية من جوايا بكل الطرق الممكنة، وباسيب نفسي أعمل اللي أنا عايزه، علشان بعد كده ما الاقيش فجأة وأنا قاعد عادي طاقة سلبية عايزة تخرج في وقت مش وقتها، باخرّج كل طاقتي السلبية في ساعتها. الموضوع بيقعد معايا أسبوع أو حاجة. بابدأ أرجع تاني لحياتي وأركّز فيها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني باشتغل أكتر، باذاكر أكتر، باروح الgym، باطوّر من نفسي في حاجة. الفيديوهات اللي أنا باعملها على اليوتيوب دي أكبر دليل. هتلاقوا إن في فيديو اسمه الهروب من النرجسي أو القضاء على النرجسي، ده أنا ساعتها كنت في علاقة مع شخص نرجسي. هتلاقوا فيديو situationship، ساعتها كنت خارج من situationship. فيديو علاقة بدون مسمى، ساعتها كنت في علاقة بدون مسمى. يعني أنا باعمل الحاجات دي باخرّجها من قلبي بطريقة شغل، باطوّر من نفسي بالطريقة دي. ده أنا. إيه تاني باعمله؟ باعمل حاجات جديدة. لمّا اترفدت الفيديو اللي فات رُحت دهب. لمّا اترفدت زعلت جامد، وقُمت واخد بعضي ومن غير تفكير وقُمت مسافر دهب. كانت حاجة جديدة أول مرّة أعملها في حياتي، أول مرّة أسافر بعيد عن البيت أوي كده، وفعلًا انبسطت جدًا ورجعت شخص جديد. أنت بقى ممكن تلعب رياضة جديدة، تروح تشوف أنشطة جديدة، تتعرّف على ناس جديدة، كل ده أنا باعمله وفعلًا بينجح معايا. لو تاخدوا بالكم بقى كل الخطوات دي أنا باعملها بحيث إيه، الشخص اللي سابني وأذاني أهو وأنا أهو. أنا باحاول أخرّج نفسي من دايرته وأرجع لدايرة خاصة بيّا ليها حياة، آآ ليّا حياتي فيها وتكون بتاعتي أنا لوحدي. بس ممكن فجأة يحصل interaction بيني وبين الشخص ده وكل حاجة ترجع زي ما كانت. فإيه اللي بيحميني إن حتى لو رجع الشخص ده في حياتي ما يحصلش أذى ليّا أو ما اتأثّرش أو خلاص برضه أفضل في الدايرة بتاعتي من غير ما أتأثّر. أهم خطوة هي إني أسامح. أول ما أسامح الشخص ده على اللي عمله فيّا وأتقبّل، عمره ما هيقدر يأذيني تاني، وعمره ما هيقدر يأثّر فيّا تاني. ممكن يظهر في حياتي، ممكن أشوفه كتير، لكن خلاص أنا سامحتك وتقبّلت اللي حصل. أنا باسامح علشان أعيش، باسامح عشان أستقبل عوض ربنا ليّا، واستنى بقى أشوف يا ترى ربنا محوّش لي إيه، واخده بصدر رحب، علشان اللي جاي أحسن، والناس الكويسة المناسبة ليّا يلاقوني جاهز لهم، يلاقوني كويس ومتشافي، يلاقوني شخص ناضج ومسامح. ما ينفعش ياخدوني بأعباء الماضي أبدًا، أبدًا، أبدًا. أنا مش شايف إن أنا، وباشوفها على نفسي برضه، إن هل أنا أستحق شخص مُحمّل بأعباء الماضي؟ لأ. أنا بالتالي ما أكونش كده للشخص اللي هييجي لي. فدي الخطوات اللي أنا باعملها، وده الكلام اللي أنا قُلته عشان أقنعكم تغيّروا تفكيركم من ناحية التخطي. ما اديتش مساحة كبيرة أوي للخطوات بتاعتي، قد ما اديت مساحة ووقت إن أنا أناقشكم إزاي تغيّروا تفكيركم من ناحية التخطي، لإن زي ما قُلت لكم في الأول وهاعيد تاني، الخطوات بتختلف من شخص للتاني، لكن النية لازم تكون ثابتة عندنا كلنا. هاكرر وأعيد كلامي تاني قبل ما أختم الفيديو. أنا عارف إن أنا لكيت كتير بس اسمعوني. التخطي هو الطريق
من الطرق النادرة جدًا اللي نهايتها مضمونة وموثوقة، هننبسط في الآخر، هننبسط في الآخر، هننبسط في الآخر. الناس الوحشة هم باب وسلِّم بيجهّزنا للناس الكويسة المناسبة لينا، وعلشان ناخد الناس المناسبة لينا، وعشان ناخد الحاجة الحلوة اللي مناسبة لينا، لازم نكون متخلّصين من كل أعباء الماضي، لازم ناخدهم كده وإحنا نضاف وحلوين عشان ننبسط بعَوْض ربنا ويناسبنا عَوْض ربنا. عَوْض ربنا لازم تكون جاهز له ومسامح ومتقبّل، سامح نَفْسك قبل ما تكون مسامح الطرف التاني، ومتقبّل ومتعلِّم، تتعلِّم من الدرس، لإنّك لو ما اتعلِّمتش من الدرس اللي ربنا ادّاه لك، هييجي لك شخص تاني يعلِّمك نَفْس الدرس تاني، هي loop مش هتخلص لحد ما تتعلِّم، وساعتها ربنا هيعوّضك. يا رب ما أكونش طوّلت عليكم، يا رب أكون أقنعتكم إن فعلًا التخطي لازم ولا بُد حاجة لازم ولا بُد إن إحنا نعملها. السلام عليكم وشكرًا بجد إن أنتم استحملتوني، يا رب الصوت يكون كويس والإضاءة الحمد لله لحقت الشمس. يالّا AI good. باي.